فايه رايك بقى لو قلت لك ان بعض الناس زمان كانت بتشوف وولورث زي القهوه الثقافيه بتاعته، يروحوا يقابلوا بعض وياخدوا حاجه على السريع، يعني مش بس تسوق، كان في روح اجتماعيه كده. وطبعا دي حكايات من الناس اللي عاشوا الزمن ده. قولوا لي بقى في الكومنتات، تتخيلوا لو كان عندنا مكان زي ده في مصر زمان كان ممكن يبقى عامل ازاي؟ هاتوا افكاركم وتعالوا نتخيل سوا. اللي هيزور المانيا وحابب يلاقي حاجه رخيصه وسريعه اكيد هيلاقي فرع من فروع وولورث في اي مدينه كبيره. والاسعار اللي زي ما بتقول كده حاجه تفتح النفس فعلا. تيشيرت ب 4 يورو، حاجات بنص يورو، يعني اللي عايز حاجه عمليه بسعر حلو هيلاقيه. فلو حد من المشاهدين ناوي يلف في المانيا ما تفوتوش الفرصه دي. هل تقدري تعملي مقارنة بين المحل ده وبين مصر؟ هقول لك طبعا تقدر تعتبر ان عندنا في مصر في محلات زي اللي بتكون في المناطق الشعبيه او الاسواق اللي الناس بتروحها عشان تلاقي حاجات رخيصه وبرده متنوعه، زي مثلا الاسواق الكبيره اللي فيها كل حاجه من اول الملابس لغايه الادوات المنزليه باسعار تناسب كل الناس. يعني زي وولورث هنا بيقدم حاجات بسيطه ورخيصه للالمان، عندنا في مصر برده في اماكن زي اسواق العتمه او الموسكي او حتى محلات في الاحياء الشعبيه اللي الناس بتحبها عشان تلاقي فيها كل اللي على بالها بسعر حلو.